محمد صبحي باع احمد زكي وغدر بيه، واحمد زكي قال له يا صبحي انا مش شحات وبكره هتشوف هبقى ايه وانت هتبقى ايه. تبدا الحكايه لما كان الفنان احمد زكي متعصب جدا وفي طريقه عشان يقابل المنتج ممدوح الليثي، واول ما دخل احمد زكي مكتب ممدوح الليثي بص له بضيق وقال له امتى يا استاذ ممدوح هنصور فيلم الكرنك مع سعاد حسني. ممدوح الليثي اول ما سمع الكلام ده اتوتر وقال له يا احمد انا مش عارف اقول لك ايه، انت عارف ان توزيع الفيلم مهم جدا والموزعين ليهم الكلمه الاولى والاخيره، ورمسيس نجيب موزع الفيلم رافض تماما انك تمثل حتى قدام سعاد حسني. وقتها احمد زكي قال له يبقى الاخبار اللي انا قريتها صح، انتوا اخترتوا حد مكاني. هو مين بقى اللي اخترتوه مكاني؟ محمد صبحي؟ رد ممدوح الليثي وقال له يا احمد انت موهوب ودي مش نهايه العالم. احمد زكي اتعصب عليه وفجاه قام وكسر الكوبايه اللي قدامه وايده اتعورت وقعد يقول بصوت عالي ما تحب سعاد حسني اللي تحب، انتوا مالكم للدرجه دي انا شبهه، للدرجه دي لون بشرتي مضايقكم كده. وقتها مشي احمد زكي وكان في حاله انهيار واكتئاب، واول ما روح البيت كلمه محمد صبحي وقال له يا احمد ما تزعلش انا متنازل ليك عن دوري، لكن البطوله اخدها نور الشريف فانا ماليش دعوه، لكن انا عن نفسي مش عايز دوري وخده انت. فاستغرب احمد زكي وقال له تتنازل يعني؟ رد صبحي وقال له يا احمد انا هكلمهم تعمل مكان الدور، الموضوع بسيط. احمد زكي اتنرفز عليه وقال له هو فيها صبحي هو انا بشحت منك ولا ايه؟ انا مش شحات عشان تقول لي كده. وقتها محمد صبحي اتضايق جدا واستغرب رد فعل احمد زكي وقال له حاجه احمد زكي ما كانش يتوقع. لو وصلك الفيديو اعمل لايك وشير واكتب في تعليقات انه وصلك عشان تساعد الفيديو في الانتشار. بيكمل الحكايه الفنان محمد صبحي في شهادته بيقول انا لقيت احمد زكي بيقول لي بص يا صبحي انا مش هشحت منك، فاستغربت رده جدا ازاي يقول لي كده، وقلت له يا احمد انا مش بقول لك اشحت مني ولا حاجه، انا كل اللي بقوله لك خد دوري، انا مش مستعجل على السينما، انا راجل عملت مسرحيه ناجحه جدا وكمان مستني فيلم بطوله مطلقه فانا مش مستعجل يا احمد، وبعدين ده حقك انت اصلا كنت مترشح. لكن صبحي بيقول لقيت احمد زكي بيقول لي انا مش عايز حاجه من حد وانتوا بتعاملوني ليه اني شحات وخلاص، انا عايز فلوسي اللي مضيت عليها وشكرا ومش عايز حاجه منكم خالص. وانتهت المكالمه وكان احمد زكي منهار وحاول كمان يتخلص من حياته، وكان واخد موقف شديد جدا من محمد صبحي ونور الشريف. وبيقول الاعلامي عمرو الليثي ابن المنتج ممدوح الليثي في شهادته ان والده كان متضايق جدا من استبعاد احمد زكي، وراح كلم الشاعر الكبير صلاح جاهين لانه كان معروف ان هو صاحب ومكتشف احمد زكي، وقال له اتدخل في الموضوع لان احمد زكي شبه منهار، وكانت بالصدفه سعاد حسني موجوده في القعده. وراح صلاح جاهين قال لممدوح الليثي هنعمل قعده مع احمد زكي ونصفي النفوس، وفعلا جه الاربعه وقعد. فراح ممدوح الليثي قال لاحمد زكي بص يا احمد انت هتاخد اجرك بالكامل. فاحمد زكي اتنرفز على الكل وقال لهم هو انتوا اخدتوا براي رمسيس نجيب موزع الفيلم عشان بتقولوا عليه ملك السينما، وفعلا هو ملك السينما، لكن انا هثبت لكم ان زمن رمسيس نجيب انتهى. يا استاذ ممدوح بكره هتندموا كلكم وتجروا ورايا وتعرفوا ان زمن رمسيس انتهى وجه زمن احمد زكي. انتوا اخترتوا صبحي عشان لون بشرته لكن انا اسمر فاستبعدتوني. وكانت اكتر حاجه مأثره في احمد زكي وزعلته من محمد صبحي انهم الاثنين كانت بدايه انطلاقتهم في فيلم واحد وهو فيلم ابناء الصمت، وكان احمد زكي في الفيلم ده حظه حلو جدا. وبتحكي الحكايه دي الكاتبه هانم الشربيني في كتابها اوراق احمد زكي، وبتقول ان المؤلف نجيب طوبيا جات له دعوه من عادل امام عشان يشوف مسرحيه مدرسه المشاغبين، وفعلا حضر المسرحيه ولفت نظره احمد زكي جدا وكان منبهر بالشاب الاسمر ده، وكان وقتها بيكتب سيناريو فيلم جديد للمخرج محمد راضي وهو فيلم ابناء الصمت. وفي اجتماع كانوا بيرشحوا الممثلين في الفيلم ده، وراح محمد راضي رشح الممثل الجديد وقتها عزت العلايلي وقال لمجيد ان ده افضل ممثل، لكن عزت العلايلي فاجئهم كلهم وقال لهم انا عايز اجر زي اجر محمود مرسي وده كان بطل الفيلم، فاستغربوا جدا وتراجعوا عن الاتفاق معاه. فراح مجيد طوبيا قال لمحمد راضي بص في شاب مميز واسمر شفته بيمثل في مسرحيه مدرسه المشاغبين. فراح محمد راضي قال له مين ده؟ قال له طوبيا بصراحه انا مش فاكر اسمه. فراح محمد راضي قال له يا طوبيا احنا مستعجلين مفيش وقت للكلام ده، تعال نرشح ممثل بديل. واتفقوا على جلسه يرشحوا
ممثل بديل، لكن الحظ وقتها لعب لعبته واحمد زكي بقى بطل الفيلم. والحكايه ان احمد زكي كان بيحضر عزا الموسيقار علي اسماعيل لانه كان صاحبه، ولما كان خارج من العزا كان احمد زكي ماشي متضايق جدا، وحظه الحلو مجيد طوبيا ومحمد راضي كانوا راكبين العربيه ولقطوا من بعيد طوبيا ونده عليه وقال له هو ده، وقعد يندهله لغايه ما احمد زكي جاله فقال له هو انت فينك يا عم؟ انا بدور عليك، ده انا عايز اخليك بطل الفيلم الجديد. احمد زكي وقتها استغرب الموقف كله وكان فرحان جدا، وفعلا وافق على الدور الجديد وبدا تصوير الفيلم، واتكتب على التتر ان في وجهين جداد في الفيلم وهما احمد زكي ومحمد صبحي، وكانوا فعلا ابطال الفيلم وبدايه انطلاقه ليهم هما الاثنين. وبناء على الفيلم ده ممدوح الليثي رشح احمد زكي في فيلم القرن، والغريب ان لما اترفض رشح بديله من الفيلم نفسه محمد صبحي، وده اللي خلى احمد زكي يحس بالغيره والضيق ان صبحي فرق عنه واخد فرصته. لكن عقده احمد زكي النسمر والتنمر عليه عملت له عقده في حياته. وبيحكي الحكايه دي الكاتب ابراهيم عيسى المقرب لاحمد زكي، وبيقول ان احمد زكي كان بيتعالج من الاكتئاب الحاد لدرجه ان هو كان بياخد جلسات كهرباء عشان يريح جهازه العصبي اللي كان ضاغط عليه جدا لانه كان حاسس بالاضطهاد. لكن كل ده ما كانش بيجيب تاثير، لدرجه ان الدكتور وقتها قال له ازاي تبقى بالحاله دي وانت بتاخد كميه العلاجات دي وكمان الجلسات دي. وبيقول ابراهيم عيسى ان احمد زكي مشكلته انه كان بيكره احمد زكي لانه كان بيكره لونه بسبب التنمر عليه. وبيأكد العقده دي الكاتب الصحفي المقرب برضه من احمد زكي وهو الكاتب بلال فضل، وبيقول ان احمد زكي حكى له مره واقعه هو كان بيقولها بضحك لكن جواه كان ضيق شديد جدا. وبيقول له ان الممثل علي الشريف جمعتنا قاعده كان في فيلم بطولتي، ولقيت علي بيقول لي عارف يا احمد كنا زماننا بنعمل ادوار بوابين وسفرجيه، لكن يا ابني انت غيرت مسار السينما كلها وخليت ان عادي حد اسمر يعمل دور بطوله. وده يوضح لك ازاي احمد زكي واجه حجم تحدي كبير جدا في مشواره الفني. في نهايه الفيديو هل انت شايف ان محمد صبحي ونور الشريف باعوا احمد زكي في فيلم الكرنك وغدروا بيه ولا لا؟ وكان موقف صبحي سليم؟ شاركونا براءكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وتابعونا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.